السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة اتطلب مني الأكلة دي مخصوص بالذات يا جماعة. آه، كانت عزومة وطلبوا مني إن أنا أعمل لهم الأكلة دي. الأكلة دي صعيدية، على ليبية على تونسية يعني ما تعرفوش أساسها ايه بالظبط، بس هنا عندنا في مصر بيعملوها في العقيقة وفي العيد الكبير. هي أكلة صعيدية حلوة يعني. وكمان مغذية وجميلة، ولو جربتيها ودقتيها هتحبيها. وعملنا معاها بقى لحمة، هي لازم تتعمل بلحمة ضاني أو لحمة صغيرة. ويعني شوربة دسمة، لازم تكون شوربة دسمة عندك. تمام. هي الأكلة عايزة شوربة دسمة. طبعا العزومة دي ل15 فرد إن شاء الله، بالهنا والشفا. وعملنا جنبها ملوخية طبعا للي مش عايز ياكل دشيشة. الأكلة دي اسمها الدشيشة، الدشيشة الصعيدي. بتتعمل زي ما قلت لكم في المناسبات، في العقيقة، في العيد الكبير. أنا معايا هنا لحمة هسلقها، وهحط لها التوابل بتاعتها: قرنفل وجنزبيل ورق راولة وقرفة وحبهان ومستكة وفلفل أسود حب. تمام. خلاص كده هنسلق اللحمة ونسيبها تستوي براحتها. آه طبعا هنعمل الريم اللي عليها ده كله هنسويها كده. معايا اللحمة استوت اهي. تمام. انا بحب اختصر في الفيديو عشان ما اطولش عليكم، فما تقولوش بقى خلاص اللحمة خلاص اللحمة استوت الحمد لله. وهنا بقى انا هاخد نص اللحمة هعملها بطريقة، والنص التاني هخليه علشان احط منه في الدشيشة. تمام. هنا انا معايا صينية، معايا خلطة حلوة بقى: طماطم وتوم وفلفل اسود ومعلقة صلصة وبهارات اللحمة والملح وتوم باودر وبصل باودر. تمام. دي الخلطة بتاعتي. انا هقلب الكلام ده كله كده بقى مع بعضه الحلو ده. كلام جميل، والريحة هتشم الريحة كده. يعني بصراحة الريحة طالعة كده من قبل كمان الحاجة ما تدخل الفرن. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جربي الأكلة دي، أكلة سعودية جميلة ومغذية وكلها فيتامينات. تمام. هحط بقى معلقتين زيت ومعلقة خل على الخلطة كده. تمام. وهاخد الخلطة دي بقى جميلة دي، هتخلي لك اللحمة تروح في حتة تانية خالص. انا طبعا سلقت اللحمة وسويتها تسوية كاملة، وهنزل بقى عليها بالخلطة الحلوة دي وهتبلها كلها كده مع بعضيها زي ما انت شايفة كده، وهدخلها الفرن تاخد وش بس تاخد لون. تمام. معايا القمح بقى، هتروحي عند العطار تقول له عايزة قمح البليلة او قمح اللي بيتاكل يعني. في قمح للطيور وفي قمح للبني ادمين. ده القمح الحلو بتاعنا اللي بنعمل منه البليلة والعاشور. بتجيبيه من عنده، من عند العطار، بيبقى مدشوش بالشكل ده او مكسر. اللي مش عارفة مدشوش يعني ايه، يعني قمح مكسر. تمام. هتجيبيه تنخليه زي ما انت شايفة كده وتنقيه. هناخد بقى منه الناعم اللي فيه ده، بيطلع منه كده ناعم اهو. هوريه لكم. الاول هنخله كده وهنقيه من اي حاجة. تمام كده. واحدة واحدة بس كده عشان تفهمي معايا وركزي. اهم حاجة تركزي في الخطوة دي. انا كده نخلته اهو، ده الناعم اللي هيطلع منه. طبعا هاخده اغسله اهو زي ما انت شايفة كده. وبالنسبة ان المية سخنة معايا اهي، مش لازم مية سخنة، بس هي كانت مية سخنة وانا قلت هغسله فيها. مية باردة وتغسليه وتصفيه. تمام. واهم حاجة تقلبي كده عشان يطلع منه اي شوائب، اي حاجة فيه بتطلع في المية. بعد كده بقى بتصفيه، تحطيه على النار وتحطي عليه الشرب. ده بقى الجزء الخشن اللي فيه. برضو هغسله اهو. تغسليه كويس جدا وتصفيه مرة واتنين وتلاتة لحد ما الشوائب كلها تطلع منه. طبعا انتوا عارفين القمح بيبقى جاي من الارض وفيه قش، والقش بتاعه او الغلاف بتاعه، فلازم ننضفه من الحاجات اللي فيه دي اهو. شايفة؟ لازم تغسليه مرة واتنين وتلاتة. تمام كده. غسلته كده خلاص. هاخده بقى احطه على الجزء الاولاني اللي انا حطيته في الشرب. وانا هنا بزود شوربة بقى، ولازم التقليب المستمر علشان ما يكلكعش معاكي ويمسك في نفسه.
لازم تقلبي دايما ايدك فيه في التقليب. هنا بقى هنزل بالجزء التاني الخشن اهو. واهم حاجة بقى زي ما قلتلك التقليب، قلبي كويس قلبي كويس، ما تعينيش ايدك منه. وهنا بقى القمح لسه اهوت اول ما اتحط في الشوربة، وهوريهولك بعد ما استوى. تمام كده. اهم حاجة زي ما قلتلك التقليب عشان ما يمسكش في نفسه ويكلكع. ده شكله بقى بعد ما استوى. هنا خلاص القمح استوى معايا او الدشيشة استوت معايا اهو، شايفين شكلها زي الكهرمان بالظبط، واكلة مغذية واكلة جميلة. لازم تعمليها كل اسبوع على الاقل. لا، اقل حاجة تعمليها كل اسبوع، لانها مغذية، وفي الشتاء دي بالذات بتبقى اكلة جميلة وبتدفي في الشتاء. هنا بقى هحط الجزء التاني اللي انا قلت لكم عليه، وهحط فلفل اسود، ولازم فلفل اسود كتير. روح الاكله دي الفلفل الاسود والشوربه، تاخدي منها اكله حلوه. تمام. الشوربه الدسمه والفلفل الاسود، حتى لو ما عندكيش لحم، لو عندك شوربه بس اعمليها بالشوربه، هتبقى جميله وهتبقى تحفه، جنب بقى شويه مخلل، وتاكلي بالهنا والشفا. كده تمام. اللحمه بتاعتنا استوت وبقت جميله جدا اهو. وده القوام بتاعها. عايزه تخففيها عن كده ماشي، مفيش مشكله. يعني عايزه تحط لها شوربه تبقى خفيفه عن كده مفيش مشكله، بس احنا بنحب القوام ده. وغرفيها بقى كده لاولادك وبالهنا والشفا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. جنب الليمون المخلل اللي انا حطاه اهو. واللحمه هنا طلعت اهي من الفرن، يا دوب خدت لون بس، وريحتها جايبه اخر الشارع ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهنا اللحمه المسلوقه انا حطيتها في الشوربه، في الدشيشه. طلعتها من الشوربة حطيتها في الدشيشة. ودي كانت أكلتنا النهاردة. وعملنا ملوخية ناشفة، والملوخية الناشفة دي أنا هنزل لكم الطريقة بتاعتها. أكنها خضرة، يعني مش لو شفتيها هتقولي ده ملوخية خضرة مش ملوخية ناشفة، زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللحمة طبعا استوت جدا، وخدت اللون الذهبي الحلو ده. شوفوا اهي، اللحمة استوت جدا جدا وبقت هريسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جربي الطريقة دي في اللحمة هتعجبك جدا. ويعني اللحمة بطريقة مختلفة، تسلقيها وتحطي لها التوابل اللي انت شفتيها وتحطيها في الفرن، هتطلع معاكي بالشكل ده وهتعجبك وتعجب أولادك إن شاء الله. يلا جربي الطريقة، وما تنسيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهتاكلوا أجمل أكلة، أكلة شتوية جميلة وبألف هنا وشفا. استودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.